أكد زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا أن فريقه سيقدم كل ما يملك للفوز على منتخب الأرجنتين في المواجهة المقرر إقامتها بأستاد لوسيل في 9 مساء الثلاثاء ضمن منافسة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022. وقال زلاتكو داليتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: سنواجه منتخب مليئا بالشغف والحماس مع ميسي بالطبع، حللنا أداءه، لن نلعب على خصمنا وإنما سنستغل نقاط قوتنا. وأضاف مدرب كرواتيا: بالطبع ستكون مباراة مرهقة بسبب أننا لعبنا مباراتين في أوقات إضافية، ولكن سنعطي كل ما نملك أمام الأرجنتين. وواصل زلاتكو تصريحاته قائلا: بالنسبة لي مباراة غدا ستكون ثالث أهم مباراة في تاريخنا بعد مباراة إنجلترا في 2018، ومباراة البرازيل السابقة هي الثانية، لذا إذا حققنا الانتصار غدا سيكون أعظم انتصار في تاريخ كرواتيا. وتابع أيضا: لم أكن أتخيل في حياتي بأنني سأدرب كرواتيا، واصل إلى النهائي وإلى نصف النهائي مهما كانت نتيجة الغد، أنا فخور بما قدمناه بعد عملنا طيلة المدة. واختتم قائلا: الوجود ضمن أفضل 4 منتخبات في العالم للمرة الثانية على التوالي أمر رائع جدا، وبالطبع نحن نريد المزيد. وأكد النجم البرازيلي السابق رونالدو أنه يتمنى فوز منتخب المغرب على نظيره الفرنسي الدوري النصف نهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022. وقال الظاهرة رونالدو في تصريحاته اليوم عن مواجهة فرنسا والمغرب والتي نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: أود فوز المغرب على فرنسا، لكن لا أعتقد أنهم قادرين، لأن الديوك المرشح الأبرز للتتويج باللقب كانت مغامرة رائعة بالنسبة له. أضاف رونالدو: الأرجنتين لديها فرصة لتفوز باللقب، ليس لأنهم يلعبون بشكل جيد، ولكن لأنهم يلعبون برغبة كبيرة، يركضون طوال المباراة معا ويلعبون بقوة شديدة، ثم لديهم ميسي الحاسم. ورد على سؤال حول هل ستكون سعيدا إذا فازت الأرجنتين بكأس العالم، أوضح أسطورة البرازيل: سأكون صادقا معك، لا أستطيع أن أقول إنني سأكون سعيدا لأن لدينا تنافسا كبيرا جدا بين البرازيل والأرجنتين، سأكون كاذبا ومنافقا. وأوضح الظاهرة البرازيلية رونالدو: كبرازيلي لا أريد أن تفوز الأرجنتين بكأس العالم، ولكن سأكون سعيدا من أجل ميسي فقط. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.